مجزرة جديدة بإيد السفاح بشار النهاردة. منطقة خان شيخون بتتضرب بالكيماوي فيسقط 100 بإذن الله، نحتسبهم شهداء، مئات الجرحى، آلاف الإصابات المزمنة اللي هتظهر أثرها على أهلنا المنكوبين في سوريا النهاردة أو بكرة أو بعد بكرة. إسرائيل بتنتفض، أيوة. نتنياهو بيطالب المجتمع الدولي بتنفيذ وعده من 2013 بإخلاء سوريا من الأسلحة الكيماوية. نتنياهو ما اكتفاش بكده، استشهد غضبا وصرخ وقال ايه؟ ما حركتكمش الصور الصادمة؟ الصور دي يجب ان تصدم المجتمع الدولي. When I saw the images of babies suffocating from a chemical attack in Syria, I was shocked and outraged. There's no excuse whatsoever for the deliberate attacks on civilians and on children, especially with cruel and outlawed chemical weapons. I call on the international community to fulfill its obligation from 2013 to fully and finally remove these horrible weapons from Syria. حنا صعب على الكافر. ردود الافعال الاسرائيليه الغاضبه لم تتوقف حقيقه يعني. اللواء عموس يدليل رئيس معهد الامن القومي الاسرائيلي قال لك آن الاوان كي يدفع الاسد ثمن جرائم حربه. مش بس كده، قال لك هجوم اخر بالاسلحه الكيماويه والعالم يصمت على اسرائيل ان تقود خط اخلاقي واضح ضد جرائم الحرب اللي بترتكبها كل من ايران والاسد وحزب الله. عضوة الكنيست ورئيسة حزب ميرتس زهافة جالون اعلنتها مدوية. يجب على الحكومة الاسرائيلية ان تدعو المجتمع الدولي الى التحرك لوقف الهجمات، ويجب ان يعلم انه بصمته عن تلك الفعلة الشنعاء ده كده شيك على بياض للاسد عشان يواصل استخدام السلاح الكيماوي. اسحاق هرتسوغ لسه اسرائيل بتنتفض، عضو الكنيست وزعيم المعارضة، كان هيعيط وهو بيقول ما يحدث في سوريا جريمة ضد الإنسانية. النظام السوري قاتل، فقد كل معاني الإنسانية، ويجب أن تقف الولايات المتحدة والعالم في وجهه عشان ما يرتكبش تلك الفظائع. لابد من اتخاذ خطوات عملية لوقف الجنون. بوتين وروسيا تبرأوا من الفجور ده وقال لك ما طلعناش ولا طيارة ولا عملنا ولا طلعة النهاردة. العرب والمسلمين قالوا، هم ما قالوش. صمت القبور فيما عدا قطر اللي بتدين من الصبح بكل اللغات. العرب والمسلمين ولا كلمة ولا تصريح ولا إيماء ولا استهجان. بتسأل عن مين؟ عن الذليل المهن اتكلم ولا لأ؟ ده لسه حالف القسم امبارح قدام سيده على مكافحة الإرهاب، وده إرهاب برضو يا راجل. إرهاب دي تبقى خالتك. أنا لست أهجو الحاكمين وإنما أهجو بذكر الحاكمين هجائي. أمن التأدب أن أقول لقاتلي عذرا إذا جرحت يديك دمائي، إن لم يكونوا ظالمين فمن ترى ملأ البلاد برهبة وشقاء. الله غالب، الله غالب، وأشوفكم بعد الفاصل.